النهاردة هحكي بس ما تستغربش حكاية غريبة ومأساوية في نفس الوقت. حكاية حب وغيرة ومرض وقرار صعب خدته واحدة من أجمل نساء مصر، ليلى فوزي. حكاية جواز اتعمل في وقت صعب جدا بين قلب بيحب وراجل في شدة مرضه. ليلى فوزي اللي كانوا بيسموها جميلة الجميلات اتولدت في بيت ميسور الحال، وبدأت حياتها في السينما وهي صغيرة جدا. جمالها وشخصيتها جذبوا النجوم والمخرجين وكل الوسط الفني. أنور وجدي نجم كبير في مصر وقع في حبها من أول نظرة، لكن ظروفهم كانت صعبة. أهل ليلى فوزي رفضوا إنه يتجوزوا بعض بسبب اختلاف الطبقات اللي بينهم، وهي اتجوزت مرة واتنين قبل كده بس الزواج ما استمرش. وبالرغم من كل ده الحب الأول فضل موجود لسنة 1954. أنور وجدي كان مريض جدا والدكاترة قالوا أيامه قليلة ومعدودة، لكن كان عنده حلم واحد، إن يتجوز ليلى فوزي قبل ما يموت. وفعلا اتجوزوا رسميا، والناس اتفاجئت واستغربت، قالت ازاي وهو مريض؟ وكل الصحف كتبت عن الموضوع ده كأنه حكاية من أفلامهم. وجريدة الأهرام والمساء نشرت صورهم مع عناوين كبيرة بتقول: جميلة الجميلات تزوجت نجم الشاشة الأول. وعنوان تاني بيقول: حب من زمن السينما القديمة ينتهي على فراش المرض. والصحف ناقشت القرار وقالت ازاي يتجوزوا وهي عارفة انه مريض جدا. وبعض المقالات وصفت الزواج ده بانه زواج مأساوي، وقالت انه جواز قصير لكنه مليان دراما وحب حقيقي. اما بقى رد فعل الناس والجمهور كان كله استغراب، وناس قالت ده الحب الحقيقي اللي بيظهر في الظروف الصعبة، وناس تانية استغربت وقالت ليه تقبل الجوازة دي وهي عارفة انه مريض. أما بقى في الوسط الفني كان كله حزين، خصوصا زمايلهم المقربين، لأن أنور وجدي كان معروف بين الفنانين بحبه للجمال وحبه لعمله، وكانوا شايفين نهايته مؤلمة. وليلى فضلت جنبه طول فترة المرض تساعده، وكانت جنبه في آخر أيامه. ولكن القدر كان أسرع، وبعد حوالي 4 شهور من الجواز اتوفى أنور وجدي في سنة 1955. الحكاية دي اتسجلت كواحدة من أغرب وأصدق قصص الحب في تاريخ السينما المصرية، قصة فيها حب وتضحية ودموع. والجرايد والأفلام والمجلات فضلوا يتكلموا عن القصة دي سنين بعد وفاة أنور وجدي. وقصة الجواز على فراش المرض